ومن وقتها إبراهيم بقى بيروح البار بس عشان يشوف ماريكا. ومن هنا نشأت قصة حب بين إبراهيم وماريكا. وإبراهيم قرر في يوم إنه يروح البار ويعترف بحبه لماريكا، اللي هي كمان اعترفت له إنها بتبادله نفس المشاعر. لكن إبراهيم كان عنده شرط واحد بس، إن هما ما ينفعش يبقوا مع بعض طول ما هي لسه شغالة في البار، وإنها لازم تسيب شغلها. وفعلا قرروا يعيشوا مع بعض وأجروا مكان في شبرا يعيشوا فيه. بدأوا حياتهم الجديدة، وكانت الأمور في الأول هادية وجميلة جدا. ملحوظة، هما بدأوا حياتهم الجديدة إن هما عايشين مع بعض لحد دلوقتي من غير جواز. ومع مرور الوقت زي أي علاقة بدأت تحصل ما بينهم خلافات بسيطة، لحد ما في يوم وهم ماشيين مع بعض قابلوا واحدة صاحبتها. المفاجأة كانت لما صاحبتها نادتها باسم تاني غير ماريكا،